فين؟ يومي في المجر. يومي فين؟ محمد انبسطت جدا. مبسوط، كل حاجه حلوه جدا. انا طول عمري بسافر لوحدي، بس اول مره ابقى مبسوط في سفر كده بجد والله. والله، لان فكره الجروب نفسها فكره حلوه قوي، بتخليك انت مستمتع، بتقابل ناس، تتعرف على ناس، تهزر معاهم، تضحك معاهم، تلف براحتك مع عادل من غير ما تشيل هم. ليه بقى؟ لان انت هو بياخدك على كل الاماكن السياحيه، يلففك عليها من غير ما تشغل دماغك خالص. بعدين في حاجه ثانيه، فكره ان هو عارف كل الاماكن ولف البلاد دي كلها. اقول لف كام دوله ولا لا؟ قول. 130 دوله يا جماعه. لف 130 دوله. فكره ان هو لف كل البلاد دي قبل كده، فهو بيديك خلاصه الخلاصه من تجربته في السفر البلاد دي، بديك على اهم الاماكن اللي ينفع تتزار في كل بلد في وقت مختصر. يعني عامل لك كده زتونه حبيبي. فحاجه محترمه بصراحه. زائد بقى السعر، حاجه في المتناول، اي حد يقدر يقدم عليها طبعا لو ظروفه امكانياته تسمح ان هو يقدم على شنجن كده، فتلاقي الموضوع ممتع قوي. انا انبسطت جدا يا عادل. ايه رايك في الهوستلز؟ لا، الهوستلز نظيفه، بس هي الناس لازم تبقى فاهمه الاول ايه فكره الهوستلز، عشان خاطر ما يفتكرش ان هو رايح على فندق 5 نجوم وبتاع. بس الهوستلز لا، الهوستلز نظيفه جدا، مريحه جدا. كمان بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخد في الجروب، ناخد اوض مع بعض، فالموضوع جميل. تنصح الناس تطلع معايا؟ انصح الناس ما تطلعش غير معايا. يا لهوي. حبيبي يا محمد، تسلم لي.